ريان فارس ريان عمده كفر الشوبك، بكالوريوس علوم زراعيه جامعه عين شمس. قريه كفر الشوبك مركز شبين قناطر من محافظه القليوبيه، كانت في عهد من عهود الفراعنه والبطالمه، بتعتبر عاصمه من عواصم هذه الدول. ويقال ان في اثار لبطليموس الثالث، وكان في معابد اثريه موجوده في البلد، وفي شواهد على كده في تل عندنا هنا يسمى تل اليهوديه. وقبل ما تسمى كفر الشوبك كان اسمها قطعه الحارون، وبعد كده الاسم اتسمى كفر الشوبك لان جنبنا قريه اسمها الشوبك، فسمونا احنا كفر الشوبك لان احنا ايه اللي بعدها على طول في الترتيب. العمده زمان احنا العموديه في كفر الشوبك من 1906، وعندنا في عيله ريان من 1911. اول عمده من عيلتنا مسك 1911 كان سالم وغنيم ريان، ده يعتبر سيدي ابن عم جدي. ومسك بعديه اخوه سلامه، وبعد كده مسك بعديه اخوه صلحي، وبعدين عم عبد العظيم الله يرحمه، وبعدين انا اللي مسكت بعديه على طول. هي ما اختلفتش عن العموديه، ما اختلفتش عن زمان كتير قوي، بس هو التطور الحضاري اللي حصل وزياده عدد السكان خلى طبعا في تغير في سلوك الناس ومشاكلهم. مشاكل تطورت غير زمان. يعني زمان انت حضرتك عارف كانوا بيقعدوا كلمتين، وعشان خاطري يا فلان وعشان خاطري يا علان وبتخلص. دلوقتي لازم تحقق وتسمع ده وتسمع دوت، ويبقى في قضاه موجودين عشان ايه العمده ما يتهمش انه ظلم حد. القضاه بيقعدوا مع بعض في غرفه مغلقه بعد ما يسمعوا كلام الطرفين، وبيحكموا على هذا الاساس، والعمده بيبقى مرجح، ما بيبقاش الراي النهائي ليه هو مرجح. لو الطرفين اتفقوا، الاثنين قضاه اتفقوا، خلاص خلصت. ما اتفقوش يبقى العمده هو المرجح في الحكم اللي يطلع للناس. وغالبا احنا بنحاول ان احنا نقرب بين الناس وبعضها، عشان برضه ما يطلعش واحد ليه الحق والتاني يبقى في قلبه غل من اخوه، فبنحاول نصلح بينهم في الاخر. احنا بنتجمع الحمد لله، بس مش يوميا، يعني حسب الظروف بتاعت الناس. الناس طبعا مرتبطه باشغالها، اللي موظف واللي شغال على تاكسي واللي شغال في الغيط، فمش غالبا بيبقى يعني يوم اجازه زي الجمعه كده ممكن نتلم ونقعد مع بعضنا. اذا كان في حاجه طارئه، حد جاي لك في مشكله، فبتضطر انك تقعد والناس بتتلم حواليك عشان تشوف المشكله دي وتحلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله ما حد هيجي. ازيك يا عمرو؟ الله يخليك. نورين نورين نورين. ازيك يا ياسر؟ الله يخليك. ازي الحاج عادل؟ الاستاذ عمرو سالم، الاخ اشرف ابو مسلم، الحاج عادل عوض، وياسر داوود. الترابط العائلي بيننا هنا بيقرب المسافات بيننا من بعض في اي مشكله بنتعرض ليها. احنا اتجهنا اتجاه حضاري غلط، قلدنا الغرب في حاجات المفروض ما نقلدوش فيها. زي ما بشوف بنات كده لابسه بكر جيب وميني جيب، احنا كمسلمين او كمجتمع شرقي في اسلام ومسيحيه، ما حدش بيقبل ان هو يخرج بالملابس اللي هي كده. احنا زمان كان عندنا الفرن، وكان لما واحد فينا يروح الطابونه اللي بيبيع العيش ابو شيلن ويشتري عيش من الفرن يبقى عيب، كانت الناس بتخبيه وهي جايباه. دلوقتي بيقفوا في الطابونه عادي بيشتروا عادي ولا كان في اي حاجه. زمان كنا بنيجي نخبز على الكانون ولا في غاز، ويعني اضعف الايمان كان في باجور بيشتغل بالجاز. كانوا زمان بيخبزوا على الكانون دوت. والله اقسم بالله انا كنت باكل احلى محشي من الكانون ده. احنا خدنا من الغرب السيء، ما خدناش من الغرب الحاجه كويسه. خدنا من الغرب ان احنا نبني فيلل ونبني عمارات ونبني شقق بالطوب الاحمر والخرسانات، ونسينا اصلنا. مصر اصلها دوله زراعيه اساسا. مصر كانت سله القمح بالنسبه للعالم كله، والشاهد على كده سوره يوسف. لما العالم كله جاع وسيدنا يوسف كان مخزن 7 سنين، كان كل العالم بيجي ياخد من مصر قمح عشان يعيش وعشان الحياه تستمر. انا دلوقتي حضرتك بالنسبه للارض دي، يمكن الارض اللي انا قاعد عليها حضرتك دلوقتي هي مباني داخله قردون مباني، ومع ذلك انا ما عنديش استعداد ان انا افقد شبر من الارض، تمام، وابني عليه بيت. واخد بال حضرتك؟ لان اللي عنده قرات النهارده هو اللي هيعيش. يعني القرات النهارده، قرات الزراعه، هو اللي هو هيعيشني وعايش ابني بعد كده. بعد كده لو بنيته مش هتلاقيه تاني. هو المصيبه بين ان احنا الارض الزراعيه تحولت لكتلات خرسانيه. زمان انا كنت اخش بيت جدي، بيت خالي، بيت عمي، بيتنا مبني بطول ني، تحس انه مكيف. دلوقتي انت قاعد في خرسانات
لو الكهرباء قطعت نص ساعه بيبقى جسمك كله ميه. والله احنا فقدنا حاجات كتير، يعني فقدنا الارض وفقدنا البيوت الجميله بتاعت زمان. كان زمان مثلا تخش تلاقي لما مؤاخذة عمتك وخالتك وستك ولما حواليهم الناس دي كلها وقاعده وجيرانك، الاكل تلاقيه عاملينه شرك، يعني متجمعين مع بعض، ياكلوا مع بعض، يشربوا مع بعض. اما النهارده ما فيش الكلام ده خالص. النهارده اللي عنده بيت باني بيت واثنين وثلاثه، مع ان هو مش محتاجه، واخد بالك، زي مشروع، واخد بالك. النهارده الشقه ب 500 جنيه ب 600 جنيه. طب ما في ناس لسه طالعه شباب عايزه، وفي ناس امكانياتها. يعني انا قاعد في لا مؤاخذه في بيت ابويا، كل واحد من اخواتي واخد شقه، واخد بالك. عندي عيال، ما انا برضو عايز اصبح ان انا اشوف لهم برضو حته اشتريها. النهارده ما بقاش موجود. انا بقول لكل قرى مصر كلها حافظوا على الارض الزراعيه. وعندنا في قريتنا في كل القرى في بيوت قديمه، هدوا البيوت القديمه وابنوها وعلوا، وبدل ما يبقى في البيت فيه شقه واحده يبقى فيه 10 شقق مش مشكله، بس ما تجيش ناحيه الارض الزراعيه. يعني انا ممكن حضرتك تتمشى في البلد هتشوف الحواري القديمه والشوارع القديمه في البلد، في بيوت دور واحد وقديمه ومحدش قاعد فيها. ما نهد البيوت دي ونوسع الشوارع ونبنيها وما نجيش ناحيه الارض الزراعيه، نحافظ عليها، لان بعد كده مش هنلاقي ناكل. دي مصيبه كارثه. يعني كانت الدوله بتستصلح اراضي ومشروع 1.5 مليون فدان استصلاح. طب انا بضيع هنا اجود ارض زراعيه، دي ارض الدلتا، دي اجود ارض على مستوى الجمهوريه، مش عايز اقول على مستوى العالم، وفعلا على مستوى العالم، لان كلها طامي النيل اللي جاي من اثيوبيا ومن السودان مع المايه زمان. لكن الارض الصحراويه دي لازم تحط لها سماد بلدي وتحط لها مواد كيماويه، والمنتج بتاعها مش هيبقى زي الارض دي، لا يمكن. فيا ريت نحافظ على ارضنا. طبعا مصر ذكرت في القرآن ومحروسة بمشيئة الرحمن، فأتمنى لمصر الخير طبعا بدوام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكون عونا للفقراء والمساكين والمواطن البسيط اللي دخله يا دوبك بيكفيه، يا دوب يعني بيجيب رغيف العيش. انا مش بحلم حلم القرية كفر الشوق بس، انا حلمي اوسع من كده. انا حلمي لمصر كلها. نفسي مصر تخرج من اللي هي فيه، تخرج من الارهاب، تخرج من محاربه الدول الخارجيه ليها. وده يا جماعه مش هيتم الا التكاتف الشعبي داخل مصر. البلد محتاجه ان كلنا نتضافر وجهودنا تتضافر ونجتمع كلنا عشان البلد دي تتبني والبلد دي تقف على رجليها. الشاب دلوقتي مش عايز يشتغل، عايز يجيب توك توك يشتغل عليه، مش عايز يتربط بشغلانه يقعد فيها 7 8 ساعات، عايز مكسب سريع. وده ما ينفعش طبعا. لازم ننتج ونساعد الرئيس بتاعنا ونساعد الدوله ونشتغل بايدينا ونطلع انتاج كويس بايدينا ونعتمد على نفسنا. انا اقول على الاولاد دول واقول على التناسل والتكاثر في مصر. يا جماعه دي مش مشكله، والله خير، اقسم بالله خير. انا قريت احصائيه عن فرنسا بعد 50 سنه الشعب الفرنسي هينقرض، لان ما بيتناسلوش، ما بيتجوزوش زينا، عايشين حياه بهوميه. احنا الثروه البشريه اللي احنا موجودين فيها دي وعدد السكان الكتير ده والله خير، نستغله في زراعه الاراضي. يعني الجيش بدل ما يجي يطلع كل سنه 1,000,000 واحد اعفاء، لا خد ال1,000,000 ووديهم الصحراء ووفر لهم ميه وتقول لهم ابيار ويزرعوا، ويا ريت بعد كده تملكهم اللي زرعوه. لو عملنا كده في كل دفعه هنزرع 10 مليون فدان. مش عايز اقول لك في 10 سنين، في اقل من 10 سنين. يعني العاصمه الاداريه اللي بتتعمل في الصحراء ديت انا مبسوط منها جدا، على مساحه كبيره جدا، وهتعمل نقله كويسه وهتفضي القاهره من الزحام اللي هي فيه. نفسي بقى في كل صحراء في مصر لكل منطقه كده ندق بير يزرع 1000 فدان وبالتنقيط ونزرع ارضنا.